للعراق إذا الشباب يلعب يا لعاب يا مشجع برشلونة وريال مدريد، أما علمت أن بجانبك أناس تسكب دماؤهم؟ أما علمت أن هنالك أمهات على أرض فلسطين تبكي دما؟ أما وصلتك الأخبار أن أمة على أرض فلسطين تباد؟ أما وصلتك الأخبار أن أمة عليها مؤامرة وأنت لا زلت تشجع الكفار؟ متى ستفيق أيها السفيه؟ متى ستفيق؟ متى ستعقل؟ متى ستعي؟ متى سيعود إليك وعيك؟ يجتمع الشباب بالمئات أمام شاشات التلفزة لرؤية مباريات وأولمبيات الكفار برشلونة وريال مدريد. مسلم يشجع برشلونة ومسلم يشجع ريال مدريد. مسلم يشجع كافرا، لا لم يصل المستوى الى التشييع وحسب، لا، والى التحدي والى البكاء. مسلم يبكي لان كافرا انهزم في مباراة. انظر على سفاهة وصل اليها بعض المسلمين ودناءة، ومع ذلك تقول لماذا الامة وصلت الى ما وصلت اليه؟ وهذا الامر ليس على الذعة من الناس او على الحثالة، لا، هذا الامر في كبار القوم وساسة القوم وربما رؤساء الدول والكبار في المجتمع المسلم. وهذا شيء محزن انك تلعب وتشجع الكفار والكفار يقتلونك على ارض فلسطين. اين عقول المسلمين اليوم؟ اين احاسيسهم؟ اين الرحمة؟ اين الاحترام ان صح التعبير؟ اين التقدير؟ اين الاحساس باخيك المسلم؟ انعدم عياذا بالله الا عند من شاء الله سبحانه وتعالى.